ودع إبراهيم دياز في اللائحة الأولية للمنتخب الإسباني في الوقت الذي كانت فيه الجماهير المغربية تنتظر الإعلان عن مشاركة لاعب ميلان الإيطالي ذو الأصول المغربية إبراهيم دياز بشكل رسمي في المعسكر التدريبي المقبل استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل والبيرو في 25 و28 من مارس الجاري. صدم مدرب المنتخب الإسباني دي لافوينتي الجميع بوضع دياز في القائمة الأولية لمنتخب لاروخا. وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الجمعة أن دي لافوينتي أعلن عن قائمة موسعة ضمت إبراهيم دياز استعدادا لخوض المباراتين المقبلتين أمام منتخبي النرويج واسكتلندا. وضمت القائمة الأولية للمنتخب الإسباني 69 لاعبا بينهم إبراهيم دياز بحسب ما نشرته سبورت. وأشارت سبورت إلى أن دي لافوينتي سيعلن عن القائمة النهائية للمباراتين المقبلتين يوم الجمعة 17 مارس الجاري. وسبق لمجموعة من التقارير الإعلامية أن تحدثت عن موافقة دياز على حمل قميص أسود الأطلس بعد المشاركة التاريخية في مونديال قطر. كما رجحت أن يكون حاضرا في المعسكر التدريبي المقبل استعدادا لمواجهة منتخبي البرازيل والبيرو في 25 و28 من مارس الجاري. من جانبه سبق للصحفي ومدير إذاعة راديو مارس الإيطالي لينو باكو قد كشف في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر أن دياز سيكون حاضرا في التجمع الإعدادي المقبل لأسود الأطلس. يشار إلى أن إبراهيم دياز الذي سبق له أن لعب لمختلف الفئات العمرية للمنتخب الإسباني باستثناء المنتخب الأول مزدادا في 3 غشت سنة 1999 في مدينة مالاغا إسبانيا من أب مغربي ينحدر من مدينة تطوان وأم إسبانيا. وتدرج في الفئات الصغرى لفريق المدينة الأول من سنة 2010 إلى 2013 ثم انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا وخاض معه 15 مباراة في مختلف المسابقات قبل أن ينتقل في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى ريال مدريد الذي أعاره لميلان الإيطالي.